لو مصر، تخيلوا لو جيش مصر ده على راسه، يعني على رأسه كده رئيسه يبقى هتلر، تفتكروا كان ممكن يعمل ايه؟ ممكن نحط تخيلات مع بعض كده. لو هتلر هو اللي رئيس الجيش المصري، ومحدش يستهون بالجيش المصري، لأن الجيش المصري ده هو اللي رد التتار، اللي كان اللي في سنة من ضمن السنين التتار دي يعتبر احتلوا العالم كله. من سنة من ضمن السنين رد الصليبيين دي كانوا مهيمنين على العالم كله. محدش يتنمر. شوف التاريخ. أول حاجة، الجيش المصري لما دخل في حرب 67 و73، الحروب دي كلها كان جيش أصلا منهاك أصلا. وكان في الوقت ده ما كانش فيه جيش أصلا. يعني أصلا ما كانش فيه جيش. يعني أصلا في الوقت ده ما كانش فيه جيش. كان جيش كله إيه، عبارة عن إيه؟ جيش مؤاخذة كان محمد علي اللي عامله الرؤساء تراكوة، وأغلبيته تراكوة، والعساكر مش عارفة إيه في وادي، والظباط في وادي. لا، تعالى ركز لما صلاح الدين مسك مصر عمل إيه. تعالى ركز بقى لو واحد زي هتلر ده مسك مصر. أول حاجة مش هيخلي جنبه إسرائيل، دي حاجة. تاني حاجة، هيهيمن على البترول وعلى الدول كلها اللي جنبه، وهيقفل المضايق وهيقفل قناة السويس. هيبقى ليه بقى طموح وليه بتاع زي كده، زي إيران كده. بقى ليه تفكير. بس طبعا هتفرق. أنا بقى ليه طموح، وكمان جيشه قوي، والبني آدم نفسه قوي. مش هقول لك بقى الرسول قال ده خير جنود الأرض ولا الكلام ده، لأن طبعا ده حديث ضعيف احنا عارفينه. لا، في صحابي قال لك ده تعدل الخلافة. مصر تعدل الخلافة، يفهم معناتها.